مساء الخير على كل مشاهدين ناين لايف، مساء الخير على كل مشاهدين لايف كلينيك. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم لايف كلينيك. النهارده معاكم ايمان مختار، وهنفضل مع بعض لغايه الساعه 3، وطبعا برنامجنا على الهواء مباشره، ودايما بيكلمونا واسلوب التواصل دايما بيكون من خلال التليفون على 1480، ده تليفون البرنامج. اي سؤال اي استفسار يلا بسرعه حضروا، لان انتوا دايما بتتصلوا في اخر يعني اخر وقت الفقره، فيعني من البدايه كده نحضر افكارنا واسئلتنا ونتصل على طول. عايزه اقول ان احنا دايما يوم الاحد بيبقى يوم الرجيم العالمي، وكمان دايما بيكون معانا يعني نجم يعني نقول ايه، النحافه والرشاقه والقوام الجميل، زي نبقى ازاي قوامنا ممشوق وجميل. الدكتور اشرف قوره، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، منورنا خلاص، كل يوم حد خلاص ناس عارفه تمام يعني حافظين. عايزه اقول كمان ان النهارده يمكن دايما خلاص بقى لحد توليفه الرجيم والرشاقه والجمال برضو معانا نجمه محبوبه، يمكن كمان اتعودتوا عليها، وهي الدكتوره منى رضاميس، اخصائي التغذيه العلاجيه. هي عشان منى ومها الاثنين اخوات وحبايبي الاثنين، فهي الدكتوره منى رضاميس. النهارده بقى كمان هنتكلم مع الدكتوره منى رضاميس. انا بعمل رجيم وما بخسش، هو ده يمكن عنوان فقرتنا الثانيه. بعمل رجيم وما بخسش، ده ليه؟ عشان في 26 غلطه احنا بنعملها واحنا بنعمل رجيم. ايه هم ال 26 غلطه؟ هنقولهم في الفقره الثانيه، فبرضه حضروا اسئلتكم للفقره الثانيه. خلونا بقى مع الدكتور اشرف قوره، استشاري التغذيه والسمنه والنحافه. نبتدي منين الحكايه؟ تمام. يعني انا عايزه اقول ان الحلقه اللي فاتت الناس بتزعل على فكره، لان على بال ما بيبتدوا يعني يتصلوا وينتظروا معانا على التليفون كانت في اسئله كتيره جدا جدا، لكن احنا ممكن يعني نبتدي من حيث ما انتهينا. تمام. يعني يمكن احنا انتهينا، كانت اسئله كتير على اللايبوليزر الحلقه اللي فاتت، وكان في اسئله طب هل ينفع اعمل كذا منطقه مع بعض؟ هل ينفع اعمل مثلا منطقه الدراعات مع منطقه الفخذين؟ يعني بيبقى في ديفوهات اللي احنا بنسميها السمنه الموضعيه. خلينا الاول نعرف السمنه الموضعيه وازاي نقدر نتعامل معاها، لان ده يعني ديفو العصر. تمام. مش مرض العصر، ده ديفو العصر. طيب يعني كنا فعلا المره اللي فاتت يا مان كنا قلنا واحنا بنتكلم على الاسلوب التخسيس الموضعي اللي هو اللايبوليزر او شفط الدهون بالليزر. كنا قلنا ان هو حاجه من الحاجات اللي بنعتبرها وسيله من الوسائل اللي هي عددها كذا حاجه الحقيقه، والطبيب المختص هو طبعا من البدايه لما بيحط الخطه المتكامله بتاعه العلاج من اول ما بنبتدي النظام الغذائي لحد ما بنخلص ونوصل عند الوزن والشيب المثالي، من وظيفه او يعني المفروض يعمله الطبيب المختص ان هو بيحدد ايه الوسيله او الوسائل لو هي هتبقى اكتر من حاجه اللي ممكن تستخدم للتخسيس الموضعي. يمكن مؤخرا دلوقتي بقينا نتكلم على اللايبوليزر اكتر لان هو شويه احدث كمان طبعا النتائج بتاعته اللي بنشوفها الحقيقه مبهره جدا ومشجعه جدا. طيب انا بس قبل ما ندخل قوي في اللايبوليزر، لان في ناس لسه على نهج الميزوثيرابي. تمام. فعايزين نعرف ايه الفرق ما بين الميزوثيرابي وما بين اللايبوليزر. يعني الناس اللي عملت ميزوثيرابي هل ينفع تعمل لايبوليزر ولا خلاص ما بقاش ينفع؟ وهل يعني ده فعال اكتر ولا ده، وايه الفرق ما بينهم؟ طيب هو لو احنا بنتكلم على علاج احادي فمن البدايه الدكتور بيحدد والله احنا ممكن نستخدم الميزوثيرابي او ما فيش داعي من استخدام الميزوثيرابي ونبتدي باللايبوليزر مباشره لو هو طب انا اسفه نقف عند الميزوثيرابي. طيب. ناخد مدام ناني لان هم بيزعلوا، فاحنا هنحاول ناخد تليفونات ورا بعض بسرعه. الو. الو. ايوه مساء الخير. ايوه مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا دايما بشكرك على البرنامج الحلو بتاعك ده، بشكر دكتور اشرف. بس مش عارفه بقى سؤالي هل هيمشي مع الفقره دي ولا مع الفقره الجايه، بس انا هقوله على العموم. الاول انا كمان بشكرك عشان انت دايما متابعانا ودايما معانا. الله يخليك. اتفضلي. اولا انا عملت كذا نوع من انواع الرجيم وزهقت الحقيقه، يعني ان انا اعمل رجيمات خلاص وسبت نفسي. فكنت عايزه اسال هل مثلا في دواء معين يخسس او يقلل الدهون في الجسم، وهل مثلا ده مستورد نجيبه من بره ولا ايه؟ طيب خلينا الاول السؤال الثاني، هل في اكل او يعني مثلا نوعيه خضار معينه سعراتها بتبقى نيجاتيف اللي هي تحرق اكتر ما تزود الوزن؟ يعني انا فاهمه حضرتك ايه، لان احيانا في اكل بيتفاعل مع بعضه فبيحرق الدهون مع بعض. بالظبط. طب بس خليني معلش ان انا عندي خشونه في ركبتي واصبحت مش قادره امشي زي ما كنت بمشي الاول. يعني مبدا الرياضه ممكن ما يبقاش موجود. فهل في حاجه اعملها مثلا على قدي كده، مجهود معين اعمله بحيث ان هو ما يتعبنيش،
وانا متشكره جدا جدا. طيب بس قبل ما تقفلي مدام ناني، طولك قد ايه ووزنك قد ايه والعمر قد ايه؟ انا دلوقتي طولي 168. ايوه. وسني 52. ايوه ما شاء الله. والوزن 92. 92. صوتك ما يقولش كده، صوتك 37 38. ماشي. بصي مدام ناني انا عارفه الموضوع ده بيفرحنا قوي. طيب احنا هنرد على الجزئيه اللي الدكتور اشرف هيرد عليها، بس خليكي معانا برضو نهايه البرنامج، لان الدكتوره منى راداميس ممكن تكلمنا اكتر في اساليب الرجيم وازاي نخليكي بقى يبقى في نظام رجيم يحببك في الرجيم. اوكي؟ فخليكي معانا لاخر الحلقه. ماشي، شكرا على اتصالك يا فندم. طيب يعني هو سريعا يعني اجابتي عليها هو بالنسبه للادويه اللي بتساعد في نزول الوزن. اولا احنا غالبا بنتكلم على الرينج بتاع 20 كيلو مثلا، في عندها زياده رينج 20 كيلو، واضح ان بقى في سلبيات، بقت تشتكي دلوقتي من مشاكل الظهر والركب بالظبط. وواضح ان هي حد عنده محاولات سابقه قبل كده، فيعني احنا بنتكلم على حد ان شاء الله يكون ارادته قويه ويقدر تقدر باذن الله تخس كويس. بالنسبه لطريقه الرجيم اللي بتبقى ماشيه عليها زي ما حضرتك قلتي، احنا هنسيب استاذتنا الدكتوره منى تجاوب على النقطه دي. خليني بس يعني اساعدها في حته ايه الادويه. ايه الادويه اللي ممكن تتاخد؟ النقطه بتاعه الادويه اللي بتستخدم عاده احنا دايما بنتكلم على شقين. يا اما دواء بيشتغل على محور ان هو يزود المعدل بتاع حرق الدهون في جسمنا، يعني يرفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وجانب تاني من الادويه اللي هو ليها علاقه بطريقه امتصاص شيء من الدهون اللي بتبقى موجوده في الوجبه نفسها. تمام. وده عاده بيبقى في الرينج بتاع اذا كان في امتصاص بيبقى ما بيزيدش عن 30%. تمام. الحقيقه نمره واحد لازم الكلام ده يكون باستشاره الدكتور. يعني ما ينفعش لوحدها تبتدي تاخد الادويه دي، لان الدواء ده ليه جرعه لازم تبقى محسوبه، وليه وقت لازم تبقى ماشيه عليه. النهارده في ادويه رجيم كتير بيكتب عليها ان هي ما ينفعش فوق 3 شهور مثلا استخدام. تمام. في بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي ما ينفعش يستخدموا الادويه اللي بتعمل امتصاص لجزء من الدهون، بتبهدل لهم القولون جدا. واحنا غالبيتنا اصلا ما بنقراش اصلا المود برا بتاع الدواء، يعني ما بنقراش ده اذا قرينا فعلا. بالظبط كده. فاحنا غالبا ممكن يكون مثلا دواء بيتاخد 3 شهور، احنا ممكن نقعد عليه سنه. صحيح. يعمل لنا مشاكل زي ما حضرتك بتقول. صحيح. وبطل الحكايه الصيدلي. الو مساء الخير. عايزه حاجه قبل الاكل. طب تمام. الو بعد الاكل ارجوك. فطبعا احنا ما بنروحش للدكاتره وبناخدها كده يعني. وعايزه حاجه للفرح بتاع الاسبوع اللي جاي، وعايزه حاجه للمناسبه بتاعت بعده. يعني هي المشكله انه الادويه دي لان لحد دلوقتي ما عندناش كده استراتيجي معينه لصرف الادويه دي، وما زالت ان هي ينفع تتاخد من غير، هو ده اللي بيخلي الاستخدامها بتاع الادويه دي يبقى سيء. وعايز اقول لك ان النهارده يمكن من اكتر الادويه اللي بتباع من غير استشاره الدكتور فعلا هي الادويه اللي ليها علاقه بانقاص الوزن. ده عالميا، ده بس مش بس في مصر. تمام. الفكره انه ما فيش مانع يا فندم ان حضرتك تستخدمي دواء يساعدك جدا، ده حاجه كويسه خالص، بس المهم ان هو يكون يتناسب معاكي ومع حالتك الصحيه ومع الفئه العمريه بتاعتك، وتحت اشراف الطبيب. وتحت اشراف الطبيب ويتناسب مع انت المفروض تخسي قد ايه. يعني اللي بيخس 10 كيلو المفروض ناخد معاه منهاج مختلف تماما عن اللي بيخس 30 و40 كيلو. تمام. يعني امتى كمان الدواء يتحط، ده مهم قوي يا ايمان. يعني في ناس ممكن يبتدوا من غير دواء خالص، ما فيش داعي للدواء، نسيب الجسم يتفاعل بقدرته الذاتيه، ولما يجيب اخره خالص ممكن نبتدي نحطهم على دواء. طيب احنا بس مش عايزين نستطرد قوي في النقطه دي عشان الحلقه ما تجريش مننا. احنا ردينا على مدام ناني وهي متابعانا كمان للاخر عشان نتكلم على الرجيم، لكن عايزين بقى احنا كنا بنتكلم على الفرق ما بين اللايبوليزر وما بين الميزوثيرابي. والميزوثيرابي الحقيقه هو يعني لحد 2009 2010 كان الميزوثيرابي من اكثر الوسائل المستخدمه لتفتيت الدهون موضعيا. وهو ببساطه عشان الناس بس تبقى فاهمانه، ده تركيبه معينه من المواد اللي هي بنسميها مركبات اللي بتعمل تنشيط لحرق الدهون موضعيا في الجسم. تمام. طبعا الميزوثيرابي ممكن يستخدم دلوقتي، بقى في منه عائلات مش عيله واحده، في منه حاجات بتستخدم قصيره المفعول بتتاخد مره او مرتين في الاسبوع، في حاجات بتتاخد دلوقتي كل 4 اسابيع، في انواع بقت طويله المفعول اكتر من كده بتتاخد كل 6 اسابيع او كل 8 اسابيع. تكرارها وجرعتها وبتتاخد ازاي دي طبعا برضو نرجع، دي وظيفه الدكتور اللي انا ببقى ماشي معاه، وهو اللي بيحدد لي انا محتاج منها قد ايه. تمام. طيب هل هي فعاله ولا لا؟ هي فعاله، بس
يعني بنبقى برضو عايزين ننتظر كتوقع للنتيجه قد الايفكت بتاعها، قد التاثير بتاعها. لما بنتكلم على شفط الدهون بالليزر فاحنا بنتكلم على حاجه بتتعمل مره واحده في المكان، ويمكن تكون منجزه اسرع، ويمكن يكون ما فيهاش وجع قلب خالص، بس ما بينفعش نقارنها بالميزوثيرابي مره واحده. يعني تمام. اللي عايز يتخلص من المشكله الكبيره اللي جايبه له حاله نفسيه صعبه، وحاسس ان هو مهما بيعمل رجيم مهما بيعمل اي مجهود ما بتنزلش، فاللايبوليزر ممكن تعملوها مره واحده فتخلصوا من كل المشكله اللي انتوا حاسين بيها. تمام. فدي اول نقطه. بس عشان الناس دايما عندها هاجس دكتور اشرف، ودايما بيسالوني طب انا ممكن اعملها كل 6 شهور؟ يعني كل ما يطلع لي عندي منطقه مثلا تخنانه شويه، منطقه البطن، منطقه الارداف، فممكن اروح اعملها. ليه لا بقى؟ يعني ليه لا؟ لانه ايمان انت اصل احنا يعني بندخل بسرنجه رفيعه. السرنجه دي كنا عرضناها قبل كده في لايف كلينيك، اللي هو ازاي اللايبوليزر بيشتغل بالظبط. السرنجه دي هو الحته المعدن دي هي اللي بيطلع منها شعاع ليزر جوه النسيج الدهني، وبيحوله من الكتله الصلبه للكتله السائله. وبعد كده احنا بنفس السرنجه دي او بسرنجه زيها بالظبط بنشفط من 30 ل 50% من الدهون السائله اللي موجوده في المكان ده. هي الناس برضو لما حضرتك بتقول سرنجه بيتخيلوا ان السرنجه، لا هي ايوه عشان انا شفت السمك بتاع السرنجه بس يعني هي حاجه طويله، يعني كم محترم يعني بالظبط. لان هي لما بتدخل من مكان واحد بس. لو قلنا مثلا منطقه البطن، فلما هتدخل من منطقه البطن لازم تكون طويله كفايه ان هي نقدر نوجهها في كل حته في البطن. طيب النقطه الثانيه، ودي حاجه بس مش عايزه انساها لما اقولها، الناس بتبقى معتقده اعتقاد خاطئ انه ينفع نعمل اللايبوليزر والميزوثيرابي واي وسيله يعني من الوسائل من غير ما اكون ماشي على نظام غذائي محكم، وده اكبر غلط بيحصل. الحقيقه اني ابقى ناجح في الوسيله دي واعمل بيها اللي انا عايزه، يعني نوصل للوزن والشيب المثالي، ده مربوط بحسن التزامي بقى انا باكل ازاي وقد ايه وايه النوع كمان. احنا هنقف على الالتزام بالنظام الغذائي وناخد ما نقدرش اهلنا في يزعلوا. الو وبعدين دي اسمها ايمان كمان فما ينفعش. لا ايوه ما ينفعش فعلا. طيب ما راحت ايمان. طيب ايمان احنا منتظرين تليفونك، معلش انا اسفه على الانتظار. فاحنا كنا وقفنا على نقطه ان مش بس اللايبوليزر وخلاص ونرجع تاني للعادات السيئه، لا لازم نكون ماشيين على نظام غذائي محكم. بالظبط، لدرجه انه دلوقتي بقى من التوصيات اللي بتتقال للدكاتره انه من فضلكم ما تجربوش الحاجات دي مع حد الا لما تجربوه الاول هو قوي مع نفسه في الالتزام بالدايت بتاعه ولا لا. ما ينفعش يكون في 2 اوردر عكس بعض ماشيين في جوه جسمنا. اوردر بيقول نكسر وباكل غلط، في اوردر تاني عكسه بيقول نبني. فما ينفعش الجسم يكون واخد انه بيكسر الدهون في مكان والجهاز الهضمي او يعني إشارات طبيعه اكله بتقول ان هو المفروض يبني دهون جديده. ده بيعمل برجله وبيخلينا نبقى رايحين جايين في نفس الحته، نفضل محلك سر، ما بيبقاش فيه تقدم ملحوظ ولا برضه بنوصل للوزن المثالي. هو يمكن بس اللايبوليزر الناس حبته واقبلت عليه لان هم زي ما مثلا مدام ناني كانت بتقول ان هي عملت نظم رجيم كتيره جدا وزهقت. تمام. فيمكن لما يبتدوا يروحوا يعملوا لايبوليزر ويخسوا كتير، يعني في الجلسه الواحده حضرتك بتقول ممكن 10 كيلو مثلا، قد ايه ممكن يعني الوزن في الجلسه الواحده احنا بنشيل البطن كلها بغض النظر هي قد ايه. كل البطن بالظبط. احنا يعني لما بنتكلم على الاماكن الموضعيه اللي بنستخدم فيها الموضوع ده، فاحنا لازم نحدد مكان. يعني مثلا محيط دايره الوسط ده مكان، محيط دايره الفخذين ده مكان، ارداف محيط دايره الارداف او الهنج ده مكان، محيط دايره الدراعين ده مكان. فيعني احنا بنتكلم على مكان كامل. المكان ده لما بندخل فيه بنعمل، او طبعا بيبقى فيه عدد وقت عاده بياخد من 30 ل 40 دقيقه، وده بيتحكم فيها كتله الدهون. في حد بيبقى المكان ده يحتوي على مثلا 5 كيلو، وفي حد تاني المكان ده ممكن يحتوي على 10 كيلو. ايوه، ما المده بتبقى نسبه وتناسب. بتفرق طبعا. طبعا. طب وهل مثلا لو حد جه لحضرتك انا عايز اشيل كل، يعني طبعا ده خبر سعيد جدا لكل الرجاله، لان يمكن اغلبيه الرجاله بتشتكي من منطقه البطن اللي هي الكرش. يعني عندنا في مصر مش عارفه في ايه اللي حصل. ما فيش يعني نسبه كبيره جدا من الرجاله ممكن تلاقيهم سنهم صغير، يعني شباب عنده مثلا 35 سنه و40 سنه تلاقي كرش، وبعدين جسمه كله ما فيهوش حاجه الا منطقه الكرش. تمام. وبعد كده يقول لك اعمل ايه؟ طيب ما انا في الشغل وما بتحركش والدنيا زحمه والواحد قاعد في العربيه بالساعتين وفي المكتب بالثمان ساعات. طيب يعني ممكن لو حد جالك قال لك انا عايز كل الكرش ده يتشال، تمام، يعني اخرج من الجلسه دي من غير كرش، ده تمام. بيحصل؟ ده الحقيقه بيحصل يا ايمان، بس احنا لازم نحدد له اولا هو بعيد عن وزنه المثالي قد ايه، دي نمره واحد. نمره اتنين لازم يكون فاهم انه الكرش ده عباره عن مشكلتين. مشكله ان في طبقه دهون قاعده فوق العضله،
والمشكله الثانيه ان في عضله بقت مترهله. هو لما كان بيتحرك احسن، ولما كان اللايف ستايل بتاعه احسن، ولما كان بينزل نادي كم مره في الاسبوع وكان العضله مشدوده. انما دلوقتي بقت مشكله كمان ان في ترهل في العضله، فلازم نتكلم على الثلاث حاجات دول. طيب هنتكلم عن ده، بس ناخد مدام هدى من القليوبيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هدى؟ الله يسلمك. اتفضلي يا ممكن فندم. اكلم الدكتور؟ ممكن يا فندم. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا متابعه مع دكتور نحافه سنه، بس اكتريه التخن بيبقى في الهانش من ورا، فدي حاجه مسببه لي قلق شويه ومتضايقه منها. طيب مدام هدى، بس الاول طولك ووزنك. لا، انا الطول بتاعي 143 والوزن 65. انا متابعه مع الدكتور يعني كده. الطول 143 اه والوزن 65. اه. طيب حضرتك عملتي اي شفط دهون او ميزه؟ لا خالص. طب ماشي على نظام رجيم؟ لا، انا متابعه مع دكتور، فعايز اتخن مثلا 75 كيلو. عايزه تتخني؟ او اتخن تاني يعني. يعني انت رايحه للدكتور عشان تتخني؟ مش فاهمه. يعني هي عايزه تتخن تاني؟ لا، انا فهمت منها ان هي طولها 100 حاجه و40. يعني ده معناه ان هي قصيره قوي، يعني لو انا فهمت صح او لو انا سمعت صح. ووزنها 65. فانا زي حضرتك بالظبط، انا تخيلت ان هي المفروض تنزل كمان 10 كيلو 15 كيلو. انما اتخن تاني دي يعني انا هستاذنها تعيد المكالمه. هي في الاول قالت لي انا متضايقه قوي، صح؟ ايوه، هي بتتكلم على منطقه انه الهانش بتخس، بس ما عدا المنطقه بتاعه الهيبس. معلش يا مدام هدى، يا ريت تكلمينا تاني نستوضح بدل ما نقول المعلومه في اتجاه خاطئ. بالظبط. طيب احنا كنا بنتكلم فنرجع تاني لمشكله الكرش وخصوصا عند الرجاله. فاحنا لازم نحدد احنا قدامنا قد ايه وزن المفروض ينزل، ولازم يبقى فاهم انه في حاجه لازم تتعمل للترهل بتاع عضله البطن، وحاجه بتتعمل لطبقه الدهون اللي موجوده في منطقه البطن. الترهل عاده للرجاله انا بحب دايما اوجههم الحقيقه ناحيه الرياضه الاول، لان المجهود البدني في الراجل بطبيعته ربنا خلق الراجل تركيبته الجسمانيه العضليه طبعا اكتر، والعضله بس بتبقى فاقده التون، هي بطلت تتمرن وبطلت تبقى مشدوده لفتره طويله جدا، فتعلمت ان هي تبقى مترهله. فبنبتدي الاول بان هو نستاذنه ينزل يتمشى شويه كل يوم، او يعني يعمل تمرين البطن حتى لو جوه البيت. لو ده فرق معانا جوه النظام الغذائي اللي هو بيبقى ماشي عليه طبعا من البدايه، يبقى الحمد لله. ما جابش نتيجه بنبتدي نوجهه ان هو ممكن نستخدم معاه الاجهزه اللي هي من العيله بتاعه الراديو فريكونسي اللي بتعمل شد للترهلات. انا عايزه اقول كمان يمكن الرجاله بجد حظهم حلو يعني، او فعلا تكوين الجسم عندهم احسن بكتير، لان انا بشوف اي شاب مثلا بيروح الجيم لمده بس 15 يوم حتى ما بيكملش الشهر، بتلاقي عمل عضلات في الايد، الباي والتراي وفورمه الساحل والحاجات اللي هي فورمه الساحل بالظبط. يعني الموضوع سهل جدا. او فورمه الجواز. او فورمه الجواز دايما تلاقيهم يا قبل الساحل يا قبل الزفاف. تمام. يعني لازم يكون عنده هدف انه رايح يظبط جسمه الهدف. لا والله كلنا كده. حاجه كويسه. يعني يا ريت كلنا لو قدامنا فعلا هدف هننجز احسن. وهو البني ادم لو حاطط قدامه هدف، حتى لو كان هدف هو بيضحك بيه على نفسه، دي حاجه كويسه قوي. حتى هو لازم ما يكون هدف مثلا ان انا هتجوز، او هدف ان انا هشتغل، ما ممكن يكون هدف ان انا ابقى جسمي حلو عشان ابقى مبسوط بنفسي. يعني نادرا لما بنلاقي الناس المثاليين دول، بس الحقيقه يا رب كلنا نبقى كده. احنا عاده اتعودنا ان السن الصغير يبقى هدفهم الفرح والمناسبه وفورمه الساحل، وفي السن الكبير اول ما الدكتور يبتدي يقول لنا عندنا كوليسترول وضغط عالي نبتدي يبقى الهدف صحتنا، وده اللي المفروض يكون مبسوط له من بدري، من واحنا صغيرين لما بنكبر يعني. بالظبط يعني طيب يبقى احنا قلنا يعني فعلا ممكن منطقه الكرش تتشال خالص باللايبوليزر، وده خبر حلو قوي، لان الواحد بيفضل يعمل دايت وفي الاخر نفس المنطقه اللي احنا متضايقين منها بتفضل زي ما هي. تمام. طب ده ليه برضه؟ يعني ليه دايما بنعمل رجيم كتير وبنفضل يعني هو الديفو ده؟ يعني مثلا ممكن بنت تفضل تعمل رجيم سنه واتنين عشان منطقه البطن تخس كل حاجه الا منطقه البطن. بصي في 3 عوامل في الارداف يعني احنا عاده يعني اي ديفو في الجسم او اي مكان بنسميه مكان عالي المقاومه او مقاومه الدهون فيه اعلى من بقيه الجسم كله. تمام. بيبقى عاده ليه عنصر وراثي، بيبقى فيه الشكل ده متاخد من ناحيه عيله الاب او من ناحيه عيله الام. بيبقى فيه طبعا سبب معيشي اللي هو اللايف ستايل، انه يعني منطقه البطن انا دايما قاعد على مكتب زي ما حضرتك قلتي من شويه، الارداف ومحيط دايره الفخذين دايما نتيجه قله الحركه، وخصوصا الحركه بتاعت نص الجسم التحتاني مش الفوقاني. بس هي دايما يمكن منطقه الارداف دايما بتبقى وراثه.
يعني دايما نلاقي الجانب الوراثي مهم جدا، ما نقدرش نهمله ابدا. 80% مثلا. بس الحقيقه في دلوقتي تقارير ودراسات كتير بتقول انه ده بيبقى معمول نتيجه انه في نوع من انواع الحساسيه لبعض الانواع من الاكل بتعمل ديفوهات في الجسم. بمعنى عشان الناس تفهمنا انه لقوا بالدراسات ان الناس اللي بتاكل منتجات البان فيها دهون كتير مثلا وبشرط ان هم يكون حركتهم مش عارف عامله ازاي ويكون فصيله دمهم بي و ليها كده كرايتيريا معينه. لقوا ان الناس دول دايما بيتجمع عندهم الدهون في الارداف. في دراسه نفس الدراسه في جانب تاني من الناس لما بيبقى عندهم حساسيه من مثلا الدهون اللي جايه من البروتين الحيواني اللي هو الدهون اللي موجوده في الفراخ في اللحوم الضاني والكندوز، يعني اي نسبه دسم في البروتين بيتكون عندهم دهون في منطقه الكرش بسرعه. طب ده حلوه الدراسات دي. الكرايتيريا دي الحقيقه دلوقتي في جانب التقسيم، يعني احنا مستنيين ان هي تتعمل ليها فورمه وتدرس بس على لان الدراسه دي اتعملت على عدد مش كبير قوي للدرجه اللي هي ينفع تبقى معتمده. ينفع تبقى ان هي تعم، يعني اللي هم يقولوا خلاص دي حاجه جنرال. دي حاجه جنرال هنطبقها فعلا في العلاج. بس يعني الهدف من الكلام ده انه عايزين نوصل للناس انه الديفو ممكن يكون ليه اسباب مختلفه. اسلوب تغذيه، يعني ممكن يكون ناتج من اسلوب تغذيه معين زي ما حضرتك بتقولي. الدراسات بتقول انه بياكلوا البان كامل الدسم في حاجات كتير، حاجات كده. تمام. بس ده كويس يعني لو الدراسات دي نزلت واتطبقت فعلا وطلعت صح، لان في بنات بتروح تعمل عمليات تجميل نفخ الهانش. يعني مثلا بتشوف الفنانه الفلانيه، ماشي انا بتكلم بالواقع يعني صحيح. ادخلوا على الانترنت هتشوفوا مهازل، والبنات اللي قد ايه بتجري ورا هوس الدعايه والفنانات والمشاهير وكده. فبتلاقيهم لا يقول لك مثلا انا ما عنديش هانش وانا مش عارفه اتجوز، لان كل مثلا الرجاله بتحب الست اللي هي متقسمه زي زمان انثى يعني. فده كويس ان احنا لما نعرف ان ناكل ايه ممكن انت يطلع لك هانش مثلا بالشكل الفلاني، فده هيوفر عمليه تجميل وقطع وخياطه وقصص. ولما نعرف مثلا منطقه البطن يتراكم فيها الدهون بسبب اللحمه والفراخ بطريقه اكيد بطريقه معينه مثلا، ده هيوفر كمان عليك، ولا ده هيبقى طبعا يعني طبعا لا بالعكس. انا عايز اقول لك انه لما بيبقى لما الحاله بتبقى داخله عند الدكتور وفيها مشكله سهله، ده بيبقى يعني حاجه كويسه لينا خالص. لما بيبقى في عندها مشاكل كتير، الدكتور دايما بيبص للموضوع ان هو يعني ينجح مع الحاله في الاخر، لازم يكون محقق نتائج. أيوة. يعني الصيت بتاع العلاج لما بيكون، او يعني صيت الدكتور لما علاجه بيكون ناجح، ده الحقيقه بيرضيه نفسيا جدا. طبعا. احنا كلنا بالظبط. الحقيقه المشاكل لما بتبقى متعدده وكتير، لما يدخل حد يقول ان انا عندي مشكله في البطن وفي الفخذين وفي الدراع وكمان عندي 30 40 كيلو زياده، وكمان مش عارف امسك نفسي واعمل كنترول على اكلي، بتبقى المشكله اصعب بكتير. اكيد. نقطه مش عارف امسك نفسي عن الاكل دي برضو محتاجين ان احنا طبعا نتكلم يعني فيها كويس. انا اعتقد ان هي بالونه المعده الحل الصحي للموضوع مش قادر امسك نفسي دي. خلينا نتكلم برضو شويه على بالونه المعده، لان برضو انا يعني جات لنا اسئله كتير في السن الصغير للاسف، يعني تمام. مش مثلا السن الكبير، لا ده السن من 15 16 سنه و14 سنه. تمام. في امهات كتير جدا بتسال اسئله، عارف يعني مش عايز اقول لك لا حصر لها، لان اولادهم دلوقتي بقت في سمنه اطفال. تمام. يعني سمنه الاطفال دلوقتي بقت منتشره جدا، والامهات مش عارفه تعمل كنترول على اولادها، لا منها عارفه تقول لها ما تاكليش فالطفل بيزعل ويعند وياكل من وراها اكتر. صحيح. ولا منها في نفس الوقت قادره تديله اي كبسولات حرق دهون ولا اي حاجه، ولا عايز يعمل رجيم. طيب هل ينفع بالونه المعده نعملها للسن ده للاطفال وازاي؟ وايه الارشادات الطبيه بتاعتها؟ طيب هو يعني بالونه المعده الحقيقه من الحاجات القليله جدا اللي مصرح ان هي تتعمل قبل سن 18 و21 سنه في التين ايج اللي هي الفتره بتاعه المراهقه. الحقيقه السن ده شويه بيبقى حرج، وزي ما انت قلتي يا ايمان المشكله انه الشباب في الوقت ده سواء كانوا بنات او اولاد بيبقى دماغهم ناشفه شويه، وبيبقى المشكله مع الاهل ان هم يحاولوا يحتووا التنظيم السلوك الغذائي بتاع الشخص ده في السن ده. هم بيتعبوا جدا جدا جدا، وفي الاخر هم الولاد بيبقوا عندانين اكتر. وفي السن ده العند اصلا، العند لمجرد العند لمجرد العند. فالحقيقه وما بيبقاش عارف مصلحته، وما بيبقاش عارف ان دي هتبقى مشكله. لو بنوته هي داخله على سن المفروض تبقى مدموزيل وشكلها لطيف، لو شاب المفروض ان هو ما يبقاش ليه كرش زي الناس اللي عندها 40 و50 سنه. يعني الحقيقه هم ما بيعرفوش غير في دخول الجامعه بقى، يعني نفسيا انهارت
واكتئاب، والاهل يعني يقعدوا برضو يعيطوا ومش فاهمين لان هم سابوه لغايه ما وصل المرحله دي فورمه الجامعه بقى. ايوه بالظبط، ويا ريت بيعرفوا يعملوها. التين ايجر بيبقى عندهم دايما الهدف بتاع فورمه الجامعه. دايما في مرحله ثانوي كده اول ما نلاقيهم في العياده انا داخله الجامعه تعرف على طول. أيوة. بالونه المعده الحقيقه او يعني الوسائل المستخدمه ان احنا نساعد بيها في ان احنا نعمل كنترول على الشهيه بشكل محكم بتتنوع طبعا. احنا موضوع الادويه اللي بتستخدم في ان هي تعمل كنترول على الشهيه، بس زي ما قلنا لازم يكون بحرص وتحت اشراف طبيب، ولازم يكون مصدرها طبيعي تماما. وشويه ما بنحبش نستخدم الادويه دي للسن الصغير. بالونه المعده ببساطه دي حاجه احنا بنركبها، ما فيهاش مشرط، ما فيهاش عمليه جراحيه، ما فيهاش بنج، لا تعيق طور النمو بشكل طبيعي تماما، لانها ما بتمنعش حتى امتصاص الفيتامينات والمعادن المهمه والضروريه للجسم يعني اثناء فتره المعده النمو. بينزل فيها الاكل عادي وطبيعي وملوش اي علاقه يلا بيروح يمين ولا في اي مسار تاني خالص، كما بالزبط. زي ما بناكل طبيعي بالظبط. احنا يعني العمليات بتاعت قص المعده وتصغير المعده دي كلها حاجات بتغير خلقه ربنا. يعني المعده دي شافت حاجات كتير يعني المعده دي اتعذبت والله. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان كان لسه في يعني حد من اصدقائنا لسه عامل عمليه استئصال جزء من المعده وخس مثلا 50 60 كيلو بس تعبان جدا يعني طبعا. يعني انا مستغربه مثلا يعني على طول هزيل مش قادر يقف على رجليه ومش قادر يشتغل مش قادر يمارس حياته الطبيعيه زي ما كان. طب يعني هل دي اضرار العمليه ان هو يشيل مثلا يستأصل نص مش نص طبعا يعني جزء كبير من المعده بس يعني هل هو واحد عايز يخس بعد كده يروح مثلا يعني انا شايفاه واحد بيحتضر يعني تمام. طب تمام. هل دي مثلا السايد افكتس بتاعت العمليات اللي زي برضو ده عشان توعيه للناس اللي هو استئصال المعده وشيل جزء ما اعرفش ايه وتحويل مسار المعده والحاجات دي كلها؟ الحقيقه الدكتور الجراح لما بيقرر ان هو يدخل العيان ده يعمل له العمليه الكبيره دي فالحقيقه هو بيبقى يعني خلاص يعني مش يئس، بس بنبقى لاقيين ان ده مساله حياه وموت، يعني خلاص ده حاله مش قادره تستمر في ان هي تعمل رجيم بشكل مظبوط، ما بتستجيبش كويس، عندها مشاكل في ان هي تعمل كنترول على نفسها، فبيضطر ان هو يعني يعمل له العمليه دي. الحقيقه بس جنب كده في مشاكل كتير، لانه زي ما كنا قلنا قبل كده انه المشرط لما بيغير خلقه ربنا فينا ما بترجعش الحاجه زي ما كانت. يعني الجزء اللي بيتشال من المعده او اللي بيتدبس او اللي بيتحط حواليه الحلقه او ده حاجه اللي هي الفندس اللي هي في بروز كده معين موجود في كيس المعده. المكان ده هو المكان المسؤول عن امتصاص معظم او يمكن فوق ال 80% من الفيتامينات والمعادن المهمه جدا جدا لجسمنا. وعشان كده من اول شهر، من اول 3 شهور خلينا نقول لو احنا متفائلين، كل الناس بنسبه 100% اللي بتعمل العمليات دي بتشتكي اولا انه شعري ابتدى يقع، في جفاف عنيف في البشره بشكل عام، هزال زي ما حضرتك قلتي بالظبط، لانه المعادن والحاجات اللي بتدي حيويه ونشاط للجسم بيبقى امتصاصها اقل تحت 20%. هي بخصوص النقطه دي كانت مدام سماح على التليفون بس مش عايزه تدخل على الهوا مكسوفه، بس ثابت سؤالها. هي بتقول ان هي كانت عامله خاتم المعده اللي هو الرينج ده بقى لها 3 سنين او 4 سنين، وكانت الاول خست قوي وبعد كده رجعت تاني تخنت، بس بتقول ان هي على طول من ساعه ما ركبته وهي دايما قيء مستمر، اقل اكله او حته عيش كبيره او اي حاجه تتخيل. راحت لدكتور السنان مؤخرا قال لها يعني الفم كله تالف تماما وحلق البق والسنان كلها اتكسر، يعني عندها مشكله كبيره قوي في منطقه الفم لان بسبب القيء المستمر. وبتقول ان انا دلوقتي مش عارفه انزل تاني حتى خلاص، يعني اشيل الخاتم ولا معدتي خلاص خدت عليه. تمام. هو حزام المعده او الرينج او الخاتم يعني ايا كان يعني كل الحاجات اللي بتقفل المعده. الحقيقه يعني المشكله بس انه الناس لما بتروح للدكتور الجراح بتاع الجراح اللي بيعملوا العمليه دي بيسهى على زمايلنا الدكاتره في النقطه دي ان هم يقولوا من فضلك لازم تبقى ماشي مع دكتور تغذيه، من فضلك ما ينفعش تبعد عن دكتور التغذيه، انت دلوقتي محتاج انك تبقى فاهم ايه اللي لازم تاكله وايه اللي لازم تضغط على نفسك حتى لو شهيتك مقفوله ان انت لازم تاكله، لان ده اللي هي خلينا نقول الحد الادنى من الماده الغذائيه اللي المفروض تدخل كل 24 ساعه عشان تضمن انه حيويه الجسم بشكل عام تفضل متحافظ عليها. تمام. ده ما بيحصلش.
للاسف الناس كلها بتبقى فاكره انها تطلع من العمليه بتاعه خلاص انا بقيت كويس. ملكه جمال. ملكه جمال، يعني لازم يكون باصص للنقطه دي لا كويس. يمكن الدكتور بيعمل ستريس اكتر، انت هتخس 40 كيلو، هخسسك 50 كيلو، فطبعا مجرد الخبر ده لاي حد عنده سمنه مفرطه او تخين وعايز يخس تخين قوي، فبيبقى فرحان جدا مهما قلت له سايد افكت، حتى لو انت ما قلتش هو مش هيسال. تمام. لان هو بيبقى عنده هاجس ان هو مش عايز اعرف، انا عايز اخس وخلاص. تمام. ولما اخس بقى بعد كده اتصرف. الحاله دي بتبقى شويه حاله سلبيه من الناحيه النفسيه، ان هي مش عايزه تعتمد على نفسها في حاجه. بل بالعكس، احنا النهارده لما الاختراع بتاع بالونه المعده ده ظهر، هو ظهر علشان كده، عشان لازم حضرتك تكوني فاهمه وانت بتركبي البالونه بتاعه المعده ان الماكسيمم بتاعك 6 شهور، هي بعد 6 شهور لازم ادخل اشيلها تاني زي ما حطيتها. وحضرتك لازم تقول للمريض كده ان لازم يجي يشيلها. طب ولو ما جاش شالها؟ ما ينفعش. هل حضرتك بتتابع معاه؟ ما ينفعش بتاخد يعني تليفونه وتكلمه لازم حضرتك تيجي تشيلها؟ انا عايز اقول لك انه البروتوكول بتاع اجراء تركيب ونزع البالونه من المعده بيبقى فيه مع العيان في المحفظه بتاعته في كارت مكتوب فيه اسم الدكتور اللي عمل له البالونه، ومكتوب فيه ريبورت سريع كده في جملتين صغيرين، وده لازم، وبننصح دايما كل الناس ان هو يبقى موجود معاها، بحيث ان هو لا قدر الله دخل في حادثه في طوارئ يبقى معروف ان عامل معروف زي ما بيشوفوا البطاقه بتاعته، زي ما بيشوفوا الكارت ده، بيبقى عارف ان الراجل ده او المدام دي مثلا مركبه بالونه المعده بتاريخ كذا تحت اشراف دكتور كذا اللي موبايله كذا. ده زي ما بنشوف بره كده في اوروبا، زي ما بنشوف بره عندهم في المحفظه كل تاريخ المرضي، حتى انه عنده حساسيه من كذا وما اعرفش عنده ايه في كذا والكبده عنده ما اعرفش ايه والتحاليل الاخيره بتاعته الكارت ده بيبقى مكتوب كده فيه فعلا على ظهر الكارت، بيبقى مكتوب ان غير انه على الوش مكتوب ان البالونه دي اتركبت بتاريخ كذا والمفروض تتشال بتاريخ كذا، مكتوب كمان على الوش ان ده مريض سكر او مريض ضغط او سليم صحيا خالص تماما وما فيش عنده مشكله خالص. وطبعا الكونتكست نمبر بتاعه الدكتور المسؤول عنه في تركيب وشيل البالونه، وخلال ال6 شهور هو عمل ايه. يعني حضرتك بتعمل ده؟ طبعا لازم. احنا مش بس كده، احنا بنقول لهم انه بيمضوا على تقرير انه ما ينفعش يكون ماشي بدون ما يكون حاطط الكارت ده معاه كمان. طبعا يعني طب يعني خطر ده امان ليه هو، وكمان علشان نديله ايحاء ان الموضوع مش لعب. يعني انت في 6 شهور قررت انك هتعمل معسكر مغلق لازم تنزل فيه من اول 15 لحد 60 كيلو على حسب كل واحد طبعا، وتبقى منتظم معانا كويس وملتزم كويس وتحقق نتيجه كويسه. طب هل في امراض تمنعنا ان احنا نركب بالونه المعده؟ قرحه المعده بس دي حاجه الوحيده، وساعتها بنمشيه على حاجه زي مثلا من الادويه اللي هي بتاعت قرحه المعده لمده اسبوعين، وبعد كده ممكن نركبها مباشره. يعني نعالج القرحه الاول وبعد كده ممكن نركبها بعدين. الحاجتين اللي فيهم يعني حذر من تركيب البالونه انه يكون في عنده قرحه ملتهبه حاده، التهاب حاد في القرحه بتتعالج لمده اسبوعين 3 وبعد كده ممكن نركب له البالونه، او انه يكون سبق وعمل اي عمليات في المعده، فده لازم ندخل الاول بالمنظار نعمل تشيك على المعده بشكل عام ونطمن ان هي ينفع تقبل ان يكون في تركيب بالونه ولا لا. طيب هو احيانا بيبقى في ناس عندها برضو رعب من المنظار. يعني طبعا يعني ليه؟ يعني هل المنظار ده مؤلم مثلا، ولا هل المنظار ده، لان احيانا بيقولوا برضو المنظار لا ده بيدخل ممكن يكون بينقل امراض او حاجه كده. انا برضو عايزه تعقيب على موضوع المنظار ده عشان يبقى يعني قتلنا كل المخاوف اللي عند الناس. ده مهم قوي الحقيقه ايمان، لانه ده اخر سؤال بقى يا دكتور. المناظير في لحد في التسعينات يعني مثلا كانت الماده بتاعه المنظار ماده تقبل انه يكون مساميه، فبينفع يستخبى فيها ميكروب فيروس، انما دلوقتي المنظار اسمه فايبرو اوبتيك، ودي حاجه ملساء تماما عامله زي الرخام او زي الازاز، ما بينفعش يقف عليها اي نوع من انواع الجراثيم. انما رغم ذلك في دوره اسمها دوره تعقيم، والدوره دي بتبقى ب3 4 انواع مختلفه من دورات التعقيم، بيدخل فيها المنظار قبل كل حاله وبعد كل حاله. المكان ده بيتعمل في حاجه اسمها غرفه مناظير. غرفه المناظير دي حاجه اوضه جيده التعقيم محطوط فيها كل الوسائل بتاعه الامان من النقطه دي، فحته انه يتنقل بيها عدوى الحقيقه دي بتبقى حاجه هاجس عند الدكتور قبل ما تكون عند لا هو كويس ان حضرتك قلت المعلومه دي اللي هي كانت بالظبط. يعني هي كانت زمان بتنقل الامراض لان كانت معمول زي ما حضرتك الماده بتاعه المناظير دلوقتي ماده غير قابله ان هي تنقل عدوى تماما، بس رغم كده علشان المنظار ده انا كطبيب بمسكه بايديا وببقى خايف على نفسي كمان، مش بس العيان خايف على نفسه، فبنبقى ضروري ان نبقى مطمئنين ان نسبه التعقيم فيها بنسبه 100% او اكتر. طبعا احنا ما فيش بنج بنستخدمه في الموضوع، اذا بناخد حاجه في
الوريد كده حاجه اسمها مهدئ، لانه تركيب البالونه بياخد من 3 ل 5 دقائق. لو الفيديو مع المخرج مجهزه ممكن نعرضه للناس يتفرجوا عليه، بس هي حاجه كوقت زمني ما بتاخدش، وفي نفس الوقت ما فيهاش الصعوبه اللي ممكن تخلينا نخاف منها خالص. وبنبقى صحيين وبنبقى بنتكلم مع الدكتور، والموضوع سهل جدا وحلو قوي ان يبقى عندنا خبر ان احنا ممكن نخس بال 40 كيلو 50 كيلو في حاجه لا بمشرط ولا فتح ولا غرز ولا اي حاجه. دكتور اشرف قورة، استشاري التغذيه والسمنه والنحافه، بشكر حضرتك جدا. الوقت بيجري بسرعه انا عارفه، وبنبقى محتاجين نتكلم اكتر من كده، بس دايما معانا الدكتور اشرف كل يوم حد، دايما انتظروه معانا في لايف كلينك. بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا احنا هنطلع فاصل، ما تروحوش بعيد، احنا لسه مكملين معاكم، وهكون معانا بعد الفاصل الدكتوره منى راداميس. وزي ما قلنا احنا بنعمل ريجيم كتير وما بنخسش. ناني خليكي معانا في الفقره اللي جايه، ايه بقى ال 26 غلطه اللي احنا بنعملهم اثناء الريجيم وبيخلينا ما نخسش؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل.